رغم فشل العسكر في مصر على مدى أكثر من 30 عاما في إقامة دولة قوية ذات سيادة وقوة اقتصادية وبنية تحتية راسخة، إلا أنهم نجحوا في الترويج لأكذوبة كبيرة حول نجاح الإدارة العسكرية في تحقيق أهدافها وإنجاز مكاسب حقيقية، سواء كانت على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري. ففي أول اختبار للرئيس العسكري الجديد فشل في أن يقدم أي مشروعات قوية عملاقة أو أفكارا غير تقليدية تعمل على انتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي، بل شرع في تحميل المواطن المصري على دفع فاتورة الانقلاب الباهظة. وبدت كل مشروعات السيسي قديمة ومسروقة لا تحمل بصمته، ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الذي أطلقه الرئيس محمد مرسي، ونجحت حكومته بقيادة هشام قنديل في أن تضع الأساس والقواعد الحقيقية للمشروع. إلا أن العسكر عملوا على إفشال المشروع وقتها والتصدي له من خلال أبواقهم الإعلامية، وفي أول فرصة سنحت سرقوا المشروع وادعوا ملكيتهم له ودشنوه على أنه مفاجأة للشعب. وكذلك تطبيق بيع الوقود بالكروت الذكية للحد من السرقة والسوق السوداء، وتطبيق منظومة الخبز بفصل الإنتاج عن التوزيع لإيصال الدعم لمستحقيه، والتي أنجزها وزير الغلابة باسم عودة. وحتى تلك الإنجازات أفشلها العسكر رغم جنيهم ثمارها، وذلك عن طريق بعض القرارات الفاشلة كرفع الدعم عن الوقود والتموين والتسرع في تطبيق منظومة بيع الخبز بكروت التموين رغم عدم جاهزية المخابز والمواطنين لذلك، أو المتاجرة بافتتاح طريق القوس الذهبي الذي يمر ب7 محافظات في 30 من يونيو عام 2014 رغم افتتاح الدكتور هشام قنديل له في يناير عام 2013. وما العجب في ذلك؟ ومن أين يأتي النجاح في منظومة تغلغل فيها الفساد كما تغلغل في كل مؤسسات الدولة، حيث عمولات وصفقات السلاح والسرقات والرشاوى؟ ومن أين يأتي السيسي بمشروعات اقتصادية وهو رجل اعترف أمام العالم أنه ليس لديه برنامج انتخابي أو رؤية اقتصادية؟ فهو جاء من أجل الإطاحة بالرئيس المنتخب والقضاء على نجاح من يتمتعون بالمرجعية الإسلامية. وكيف للسيسي أن يستطيع تصنيع طائرة بدون طيار أو بندقية قنص متطورة أو الوصول إلى تكنولوجيا منظومة الفونيكس الصاروخية الأمريكية لتدمير دبابة الميركافا فخر الجيش الإسرائيلي، وهو جاء في الأساس من مؤسسة ينحصر اقتصادها في تربية المواشي وصناعة منتجات الألبان والمكرونة والأواني وكعك العيد؟ إذن فشل السيسي ليس بجديد، فهو فشل المؤسسات العسكرية في إدارة الدولة. وما الانهيار الاقتصادي لمصر على أيدي عبد الناصر والسادات ومبارك ببعيد.